ازيك يا حاج منصور؟ السيارات الشصات اللي في ظهري دول بنخليهم هنا في المزرعة عشان ما في مكان نهائي في المعرض. لازم تدير بالك منهم كويس جدا. اذا تحتاج تجيب اي حد يحرس معاك قول لي وبجيب لك حالا. فاهم يا حاج منصور؟ لا ما تجيب حد يا ابني، أنا بحرسهم من دلوقتي. أنا عارف كل اللي بتحكي فيه، لكن لا تشيلوا هم. خبر الباشا إن منصور بيحرسهم، لا يشيل همهم ويشيلهم من دماغه. تمام اوي يا رجال، تركنوا التريلات كويس وتفكوها من الحامل الشصات، وبالليل بتعدوا علي في المعرض بديكم حق التوصيلة. يلا تحركوا، مع السلامة، اشوفكم على خير. يا حاج منصور خلاص انا قلت لهم انهم يركنوا التريلات ويفكوها من حامل الشصات ويمشوا. يلا بسيبك وبجيلك وقت تاني، اشوفك على خير. محبوكي بيدك شربت السمين رويتي مش قلت لك خانوك. وديت السيارات للمزرعة وخبرت الحج منصور إنه يدير باله زين على السيارات. والله قلبي مو مرتاح وخايف على السيارات. لا تشيل هم يا قائد، انا خبرته كويس جدا انه يدير باله زين على السيارات، ما تشيل هم. لكن والله من رأيي انا شايف ان السيارات كذا كثيرة، ما كنا نشتريناهم احسن. يا غبي، السيارات كانت بسعر ممتاز جدا وكنت أكسب فيهم كتير، وكمان ببيع أقل سعر في المدينة. إن شاء الله بعد يومين كده وبقول لك تجيبهم هنا المعرض. تمام يا قائد، اللي تشوفه الشباب برا قاعدين يصورون السيارات عشان يعرضوها على الفيسبوك وتتباع كمان في اسرع وقت ونشحن على الاكونتات. ايوه كويس انك سويت كده، احب دماغك وهي شغالة. اعمل حسابك ان مرتبك تزود، بدل 15,000 بقى 20,000، والنهاردة تروح تدي الحاج منصور مرتبه. تسلم يا قائد، والله ما عارف اودي فين جمايلك عليا. معلش يا شباب اني تأخرت عليكم، لكن والله كان في موضوع مهم ولازم اكون حاضر. المهم فكرتوا بتشتروا اي موديل من الشاصات؟ ولا يهمك يا غالي، تمام. فكرنا بناخذ 2 شاص ربع 2024 و2 شاص ربع 2025. يلا خلينا ندفع الفلوس ونستلم السيارات. طيب تمام، ألف مبروك يا غوالي. خلينا ندخل نمضي العقود وبجهز الونش يوصل السيارات لحد المكان اللي تقوله. يلا خلينا نتحرك. يا برنس عايزين نشوف اي صفقة تخلينا نمسك فلوس كثيرة. السلاح موجود والسيارات موجودة وكل شيء موجود.
لكن الصفقة مو موجودة نهائي. استنى عليا يا صاحبي، والله اني بشوفه مستني، لكن لازم نركز والصفقة تكون جاية مرتاحة ومن غير ما الشرطة تكبس علينا. كفاية الشباب اللي راحوا مننا في السجن. عندك حق يا برنس، لكن بقولك شو رايك نسرق بنك بنمسك منه فلوس كثيرة، لكن محتاجين خطة متكلفة. يا رجال لسه بنقول الشرطة تقول البنك، وكمان هذا قصة سرقة البنك صارت قديمة يا راجل، وأي حركة بتصير في البنك بنلقى الشرطة فوق راسنا. خلي الأمور ماشية لحد ما الصفقة تيجي هي الواحدة. ده مين الشاب اللي دخل ده؟ ايوه تعال يا صاحبي. لا مو غريب يا شباب، ده صديق العمر. تعال بالحضن يا راجل، تعال والله انك وحشني. ازيك يا كينج، عامل ايه؟ والله انك ليك وحشة كده يا رجال، ما تسأل عن رفيق العمر. والله زعلتني منك يا راجل. غصب عني يا صاحبي والله. وبعدين يا رجال اسأل انت، انا بداوم والله في 24 ساعة، مخليني حتى ما اعرف ادخل الحمام. طمني انت، شو الاخبار؟ كله تمام يا صاحبي. غريبة، ايش اللي جابك هنا؟ جاي لي مخصوص ولا كنت معدي وقلت تسلم علي؟ قول يا راجل ما تخافش، مش هقول عليك ندل. لا جاي لك مخصوص، عيب عليك. قلت عدي عليك ونروح نشرب قهوة سوا ونفرفش. انت عارف اني ما بحب قعدة الصحاب دول. ها بتيجي معايا ولا بتنفض لي؟ رد. جاي طبعا، يلا خلينا نمشي، وبالليل برجع اقعد مع الشباب. يلا يلا اركب السيارة. خليني اروح اعطي غفير المزرعة المرتب، وبعدين بنروح نشرب القهوة. يلا عادي يا صاحبي، يلا اهم حاجة نشرب 2 قهوة، الدماغ تعبانة. امشي. الظاهر ان الصفقة جت وبنلعب بالفلوس لعب، لكن لو سويت اي شيء يضر صاحبي، وانا عمري ما اخون صاحبي، لكن بحكي له انه ليه نسبة لو سرقنا الشصات، وبخليك انت بعيد عن القصة نهائي. ان شاء الله يوافق. والله اني لو الصفقة تمت بنمسك فلوس طرشة. بقول لك يا كينج، ابغى احكي لك شيء، لكن في الاول وفي الاخر لو وافقت بسويه، واذا ما وافقت ما بسويه نهائي. وانت عارف ان ما اقدر اخون صاحبي نهائي، عشان كده حكيت لك. ايه يا راجل الكلام اللي تحكيه هذا؟ عارف اكيد، احكي. لما رحنا المزرعة شفت سيارات شاص جديدة كأنها لسه في الوكالة، وصفقة بتخلينا نمسك فلوس كتير، وانت كمان بتمسك منها كتير، وبخليك انت بعيد نهائي. عارف انك شغال مع صاحب المعرض بقالك فترة طويلة، وهو واثق فيك كتير، لكن انت ما تخلي نفسك شغال عنده. كفاية عليك كده. المفروض انك تفتح معرض زيك زيه بالضبط، وتبقى معاك فلوس كتير، وما تخافش من الشرطة، لاني بخليك بعيد نهائي ولا بتعرف اي شيء. ايه رايك في الكلام؟ والله انك فاجئتني بالكلام، وراسي ما بتعرف شو بتسوي. خليني افكر في الموضوع وبرد عليك، رغم ان ضميري بيأنبني. والله تفكر ايه يا راجل؟ ما في وقت. ممكن صاحب المعرض يقول لك حرك السيارات في اي وقت، وبتكون الصفقة راحت. السيارات عادي لو بعناها ب10 أو 15 مليون، فاهم ولا لا؟ انت خلاص موافق، لا تخاف نهائي.
يا ريت تحكي لي يا حجي منصور كل اللي صار بالضبط عشان أقدر أساعد عمي وأجيب المجرمين اللي سرقوا السيارات. كيف ما في كاميرات مراقبة في المزرعة؟ والله إني ما أفهم كيف عمي مو حاطط كاميرات مراقبة حتى تساعدنا نجيب المجرمين في أسرع وقت. والله إني ما أفكر أي شيء غير الضربة اللي ضربوها لي على راسي. حسبي الله ونعم الوكيل. والله إني كنت ما أتوقع يجي من ظهري، لأن في أشياء كثيرة تحمي المزرعة. كيفك أنيس؟ اسمعني زين، أنا عندي استعداد أدفع ملايين بس تجيب لي الكلاب اللي سرقوا السيارات. يا عمي أي كلام اللي تحكيه هذا، أنا ما بنام اليوم غير لما ترجع السيارات لمكانها وأجيب المجرمين هدول. بخلي جميع الدوريات تشتغل على القضية، لكن أنا محتاج اللي جاب السيارات للمزرعة واللي يعرف أن السيارات موجودة في المزرعة. أنا حضرة الشرطي ما في أحد يعرف غيري، أنا اللي ماسك جميع أشغال معرض السيارات، وما في أحد يعرف أي شيء عن السيارات غير أنا والحاج منصور. والله إني بريء وما سويت أي شيء. أنا من زمان أشتغل في المزرعة وما حد قدر يسرق منها أي شيء، لكن اللي سرقوا السيارات عارفين كل مداخل المزرعة. والله إني ما سويت أي شيء يا حضرة الشرطي. الكلام هذا مو داخل عليا يا حاج منصور، والله إنك خليتنا شك فيك، وشكلك إنك وزيت المجرمين عشان يجوا يسرقوا السيارات. حرام عليك يا راجل تسرق الراجل اللي بيأكلك ويأكل عيالك. حرام عليك، أنا ما تحركت من المزرعة نهائي، حتى مو معي جوال. كيف قدرت تقول الكلام هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طيب تمام الكلام انتهى خلاص يا حجي منصور. يا ريت يا عمي تقدر تعدي علي اليوم في المكتب، بعرف منك معلومات. اسمعني زين يا حجي منصور، لو انت اللي مخطط هالسرقة مع شوية مجرمين يا ريت تقول لي، لأن بعرف وفي ساعتها ما برحمك وبكون قلتلك بعد ما أوريك السواد في أيامك وفي أهلك. لو انت اللي سويت كده يا ريت تقول لي. معك وقت، مع السلامة. والله إني ما سويت أي شيء، أنا مظلوم. والله إني ما تحركت من المزرعة، أنا مظلوم. الصفقة تمت 100% يا صاحبي. بنسيب السيارات هنا، المكان هذا آمن جدا وما أحد بيقدر يدخله. بنجيب شباب يحرسوه بالسلاح، لكن السيارات لازم نبيعها بأسرع وقت ونخفي فلوسها في أي مكان. طبعا يا قائد، والله إن الخطة عجبتني. يلا كلمه الأول، خليه يجي ياخذ نصيبه، وبعدين نبيع السيارات عشان ما يطمع في المصلحة يا برنس. شغل دماغك، الصاحب صاحب لكن وقت الفلوس ما في صاحب. لا الكلام كله هذا غلط. أنا شاكك في الشاب اللي داير كل شغل المعرض، هو اللي سرق السيارات. الراجل غلبان الحجي منصور، ما له دخل في الموضوع نهائي، الراجل مسكين. يا أنيس الشاب اللي تتكلم عنه هذا يشتغل معايا من سنين وعمري ما شفت منه أي شيء وحش. أكيد مو هاي شيء يسوي الحين. أنا أقول لك لا، مو هو ولا الحجي منصور. أنا شاكك في مجرمين كانوا يراقبوا السيارات وهي رايحة المزرعة. يا عمي أنا بقول لك هو اللي سرق السيارات. أول شيء اتهم الحجي منصور عشان يشيل الشك عنه.
أنا بتعامل 24 ساعة مع مجرمين وأعرفهم من النظرة. اسمعني يا عمي، أنا محتاج منك ترسل لي جميع معلومات الشاب هذا، وأنا بحط عليه مراقبة، وبتشوف في النهاية خلال 48 ساعة بتكون السيارات في معرضك، وبكون سجنت الكلب هذا. طيب تمام، برسل لك جميع معلوماته وبطاقته الشخصية الحين. نصيبك من الصفقة يا صديقي موجود بالشنطة، كده تكون مهمتك انتهت يا برنس وخلصت. لكن انتوا لسه ما بعتوا السيارات، من وين جبتوا الفلوس؟ لا خلي معاك الفلوس، واول ما تتباع السيارات باخذ نصيبي عشان الفلوس تتقسم صح، ولا ايه يا برنس؟ يا رجال الفلوس معاك، السيارة هذه بتتباع على الاقل ب10 مليون، انا اعطيتك 4 مليون لان في شباب لسه بتاخد فلوس، انت مش شايف المصاريف اللي بتدفع؟ لا انا مو عاجبني القصة يا برنس، وانت كده بتخون الصحبة وبتخرب كل شيء، الكلام هذا مو داخل علي. اسمعني، السيارات اول ما تتباع بلغني وقول لي، غير كده بخرب كل شيء وبنرجع السيارات مكانها، فاهم ولا لا؟ مع السلامة يا صاحبي، او ياللي كنت صاحبي.